صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم متابعيني. اليوم احنا 7 يوم رمضان. قلت راح اسوي مرقة الباجلة، يعني نحن نسميها البورانية. راح اسوي مرقة البورانية. غسلت الباجلة بالماء وملح، وساعد اغسله نظيف وراح اثرمه. هاي ثاني مرة نسوي شربة او عصير التمر هند. اول يوم سوينا اول يوم رمضان، وهسه همينا. شوفوا متابعيني، أنا من أثرم الباجلة بهالشكل هذا، أسوي الشكلين أثرمه، يعجبني هيك يكون شكل الباجلة بالمرقة. بعد ما ثرمت الباجلة راح ضفت الزيت، راح أضيف الثوم ثرمته ناعم ما هرسته. راح أعوف الثوم يذبل، بداية ما يحمر أضيف عليه باجلة. هاي ضفت الباجلة، والباجلة ما راح أضيف له ماي، شي قليل أضيف وأخليه على البخار يستوي. والباجلة ما راح أضيف له ماي، والباجلة راح أقلبه ويا الثوم وأخليه يستوي على البخار. شوفوا متابعيني، قطعت الثوم بهالشكل هذا، والباجلة صارت نسوى. بعد ما استوى كامل راح أضيف قطع الثوم عليها. إحنا يعجبنا هيك نخلي الثوم ويا الباجلة، مرقة الباجلة، مرقة البورانية. وهسه راح أتركه يستوي الثوم ويا الباجلة. ما صورت التمن، فهسه راح اشوفكم التمن اللي سويته. اليوم راح ناكل ان شاء الله نفطر تمن وبورانية، تمن ومرقة الباجلة. هاي كملة الباجلة، وراح اضيف عليها صلصة الطماطم. هاي راح اضيف المعجون بالبداية، اقلب الباجلة ويا المعجون زين بالدقيقتين 3، وارجع اضيف عصير الطماطة اللي عصرتها. واني ما اعصر الطماطة لا بالخلاط ولا ابشرها، اعصرها بيدي. هذا عصير الطماطة. مرقة البورانية او مرقة الباجلة تكون ثخينة، ايش قد تكون ثخينة تصير اطيب. هاي ثخينة كلش، فراح اضيف له ماي. وراح اضيف الملح، هذا الملح وفلفل الاسود، ازيد ما اضيف. وراح اعوف على نار هادية. كملت مرقة البورانية او مرقة الباجلة، وهذا ثخنها. وهاي مرقة البورانية كملت، وهذا فطورنا سفرة 7 رمضان. وهذا التبسي والطرشي أنا مسويته بالبيت، والعدس. وسهمكم سهمنا العافية.